طبعا كنا اتكلمنا في الجزء الاول عن الاتيتيود ايرا وازاي بدأت، وقفنا عند سنة 99. فطبعا لو عايز تفهم احداث الجزء ده روح بسرعة اتفرج على الجزء الاول، ويلا بينا نكمل قصة الاتيتيود ايرا ونشوف بتقول ايه. طبعا بعد ما خلصنا سنة 99 بدأنا سنة 2000 اللي بدأناها بفوز تريبل اتش ببطولة العالم من بيك شو في عرض الرو. لكن السنة ابتدت بجد بقى من رويال رامبل اللي كسبها الروك، وفي نفس العرض برضه تريبل اتش احتفظ ببطولته بعد ما كسب كاكتس جاك او ميك فولي يعني. لكن طبعا كاكتس جاك مسكتش وطلب من اتش نزال اعادة، واتش وافق انهم يلعبوا نزال هيلينا سيل في النو واي اوت، بس بشرط ان لو جاك خسر يعتزل، وده طبعا اللي حصل واتش استمر ببطولته. وفي نفس العرض بطل الرامبل ذا روك كان بيلاعب بيك شو وخسر قدامه عشان يتحدد نزال بين الروك اتش كاكتوس جاك وبيك شو في الريسل مانيا 2000 على بطولة الاتحاد. وفي المنيا اتش قدر يحتفظ ببطولته، لكن طبعا الروك مسكتش عشان في الباكلاش يقدر يكسب البطولة من اتش بعد مساعدة من ستون كولد ستيف اوستن اللي رجع تاني بعد غياب بسبب الإصابة. لكن طبعا اتش طلب ماتش إعادة في عرض الجادجمنت داي وقدر فعلا يرجع البطولة من تاني، بس المرة دي بعد مساعدة من العائد ساعتها الأندرتيكر. بعدها بقى طبعا رحنا لأهم عرض في الصيف سمر سلام اللي فيه الهاردي بويز والدادلي بويز وإيدج وكريستيان قدموا نزال فرق تي ال سي أسطوري. لكن طبعا اللي كسب ساعتها كان إيدج وكريستيان، عشان بعدها في النو ميرسي كيرت أنجل يكسب بطولة الاتحاد من ذا روك، وكسب البطولة لأول مرة في تاريخه وفضل بيها لحد آخر السنة. فلو هنتكلم عن السنة دي نقدر نقول إنها كانت سنة متوسطة، لا هي قوية زي 99 ولا طبعا بقوة سنة 2001، لكن السنة كانت متوسطة والأمل في سنة 2001. ابتدينا سنة 2001 بنزال الرويال رامبل اللي قدر يكسبه ستون كولد لتالت مرة في تاريخه عشان يعمل رقم أسطوري محدش عمله قبل كده. وفي نفس العرض كيرت انجل برضه احتفظ ببطولته من قدام تريبل اتش. وفي حاجه كمان حصلت ان اوستن اكتشف ان تريبل اتش هو اللي دبر له الحادثه اللي كانت سبب في اصابته عشان يدخل معاه في عداوه، ولعبوا نزال 3 ستيج في هيل في النو واي اوت واللي كسب ساعتها كان ستون كولد. وفي نفس العرض الروك قدر يرجع بطولته من كيرت انجل عشان تتحدد رسمي روك ضد اوستن في المنيا 17. وطبعا بناء العداوه المره دي كان عظيم بجد واحلى بكتير من المره اللي فاتت. وطبعا اتش ما كناش هنسيبه فاضي، لا ده دخل في عداوه مع اندرتيكر وقدموا عداوه تقيله بجد. وفي المنيا بقى طبعا تيكر كسب اتش واحتفظ بالستريك، والاوستن والروك قدموا نزال اسطوري وعظيم في كل حاجه. وطبعا انتهى بفوز اوستن لكن مش باي طريقه، لا ده اتحالف مع العدو الازلي ليه اللي هو طبعا مستر مكمان. وطبعا بعدها بقى شفنا افلاس الدبليو سي دبليو وشراء الدبليو دبليو اف ليها واخدت معظم نجومها ما عدا ستينج، عشان بعدها طبعا نخش في سيناريو الغزو اللي قعد فتره كبيره جدا وكانت القصه الرئيسيه في 3 عروض مهمه زي الانفيجن سمر سلام والسيريز. وطبعا انتهى بفوز فريق دبليو دبليو اف عشان في عرض الفينجنز كريس جيريكو قدر يكسب الروك وياخد منه بطوله العالم. وفي نفس الليله كسب ستون كولد وخد منه بطوله الاتحاد عشان يبقى اول بطل موحد في التاريخ. بس للاسف فترته ما كانتش احسن حاجه يعني، لكنه كمل بالبطوله لحد اخر السنه. واللي نقدر نقوله على سنه 2001 انها كانت سنه عظيمه جدا ومن افضل السنين، وسيناريوهات كتير كانت فيها واحداث كتير قوي. ويلا بينا بقى نخش على اخر سنه في عصر الاتيتيود ايرا. ابتدينا سنة 2002 طبعا بقى بالرويال رامبل اللي كسبها اتش، وبعدها في المنيا كمان قدر يكسب كريس جيريكو ويبقى البطل الموحد الجديد. ومن هنا نقدر نقول ان العصر خلاص يعتبر خلص، وده كان ليه اسبابه اللي هي طبعا نهاية المنافسة مع الدبليو سي دبليو. طبعا بعد شراء مكمان للدبليو سي دبليو فما فيش منافس ليه خلاص. وطبعا كمان ان اغلب نجوم العصر ما بقاش موجودين زي ستون كولد ستيف اوستن اللي بقى بيغيب كتير، الروك اللي راح هوليوود وبقى يمثل، وطبعا مانكايند اللي كان خلاص بقى بارت تايمر. فطبعا خلاص ده اثر ان العصر كان لازم ينتهي. فطبعا مكمان ساعتها كان لازم ينهي العصر ده ويبدا عصر جديد بنجوم شباب. وطبعا كلامي هنا عن عصر الروثلس اجريشن، او لا نقولها على طريقه الجوت ruthless aggression. وده طبعا اللي ان شاء الله لو انتوا حابين يعني هنعمل عنه ان شاء الله لو انتوا قولوا لنا في الكومنتات لو عايزين نعمل عنه حلقه نتكلم فيه عشان انا عايز اتكلم عليه الصراحه.
يعني لان كفايه ان كان في جو جون سينا، اورتن، بروك ليزنر، باتيستا، كل الناس دي، فيعني كان فيها برضو اساطير يعني. فاللي نقدر نقوله عن عصر اتيتيود ايرا ان هو كان عصر مهم جدا واعظم عصر في تاريخ المصارعه طبعا، لانه انقذ شركه كامله من الضياع. طبعا طلع لنا لحظات كتير جدا وحاجات كتيره جدا عمرنا ما هننساها. انقلاب اوستن لهيل، فوز اوستن بثلاثه رامبل ورا بعض، الاوستن 316. طبعا كمان الروك وتحالفه مع السلطه، المينستري اوف داركنس وتقديم الاندرتيكر لعظمه، كين والظهور الاول ليه في باد بلاد، ماتش مانكايند وتيكر في الهيل ان سيل، تريبل اتش طبعا بقى نجمه سطع قوي وبقى يعني من سفراجي، كان بيقدم شخصيه سفراجي للجيم والكينج اوف كينجز طبعا، والدي اكس اللي قدموا عظمه، من الهارت فاونديشن كانت في بدايه الاتيتيود ايرا كانت قدموا عظمه، مباراه اوستن وبريت هارت في ريسل 13، سيناريو الغزو والانفيجن، شراء الدبليو دبليو اي للدبليو سي دبليو. فكل دوت يعني كان خلاص، ده كان دي حاجات تاريخيه في المصارعه عمرنا ما هننساها. وطبعا من اسباب برضه نهايه العصر برضه عشان اقولها، اضطرار مكمان ان هو يغير اسم الشركه من الدبليو دبليو اف او الورلد ريسلينج فيدريشن للدبليو دبليو اي او اللي هو الورلد ريسلينج انترتينمنت. وطبعا يعني ده كان بسبب حوار ان هو كان اسم الشركه مع اسم شركه حاجه بتاعت حقوق الحيوان وكده، فاضطر يغيرها. كده دي كانت قصه الاتيتيود ايرا، قصه حلوه، انا استمتعت جدا وانا بعملها حقيقي يعني. كنت لسه اعملها قوي قوي قوي، والحمد لله انا عرفت اعملها، يا رب تكون طلع بشكل حلو ليكوا يعني. كان فيها متعه الحمد لله. الجزء دوت ان شاء الله ينزل يوم الخميس، وفي فيديو الاسبوع ان شاء الله في نص الاسبوع هيعجبكم قوي برضو ان شاء الله، شغال عليه. بس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش حاجات اليوتيوب، اشترك والكلام ده. بس ده كان نهايه الكلام. سلام.